اهلا وسهلا حبايبي، نورتوا قناتكم الصغيرة. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. مرحبا حبايب القلب. اتوقع انتوا بتعرفوا انه انا من مدينة الناصري، واغلب اللي عندي بيعرفوش معلومات عن مدينة الناصري، فخلينا اليوم نعطيكم شوية معلومات عنها. البداية كانت الناصري البوابة للمستعمرين لفلسطين التاريخية من الحدود الشمالية. زي ما بتعرفوا الناصري هي بالشمال، فأي حدا كان بده يدخل كان لازم يدخل عن طريق مدينة الناصري. وطبعا بما أنه الناصري كانت البوابة لدخول المستعمرين، دخل على مدينة الناصري أو على فلسطين من خلال مدينة الناصري كتير، منهن الفرس، الروم، البيزنطيين، الصليبيين، التتار أو المغول، والعثمانيين والبريطانيين، حتى استولت عليها المنظمات اليهودية المسلحة في 16 يوليو من عام 1948 بعد توقيع معاهدة فرساي. وطبعا خلينا أقول لكم إنه اسم مدينة الناصري تم إطلاقه على كتير من المدن في جميع أرجاء العالم، والسبب نعرفه كمان شوي. عدد سكان مدينة الناصري من 100 ل 120 ألف نسمة، وحسب الإحصائيات الصادرة من البلدية فهو 110 ألف نسمة في مدينة الناصري. طبعا هي أكبر مدينة عربية، سكانها عرب فقط. تعتبر مدينة الناصري واحدة من أكثر الأماكن قداسة بالنسبة للديانة المسيحية، فبحسب الإنجيل الملاك جبرائيل بشر مريم العذراء بولادة يسوع المسيح. وطبعا مدينة الناصري هي اللي نشأ فيها يسوع المسيح ونسب إلها، لهيك أطلق عليه اسم يسوع الناصري. وبس دخلوا البيزنطيين على مدينة الناصري صار مركز ديني، ومع الحملات الصليبية اللي صارت وتوالت على مدينة الناصري ازدادت أهميتها الدينية. وطبعا لهذا السبب زار مدينة الناصري 3 باباوات في تاريخها، وهن البابا بولس السادس ب5 يناير من عام 1964، البابا يوحنا بولس الثاني بعيد البشارة ب25 مارس من عام 2000، البابا بنديكتوس السادس عشر في 14 مايو من عام 2009. وبس حبايب القلب، إن شاء الله بنشوفكم في فيديوهات تانية وقصص تانية. أحلى سليمان أمس حبايبي.